أكد النائب جو ويلسون في تصريح ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي على الدور المهم الذي يلعبه المغرب كشريك استراتيجي للولايات المتحدة على مدار 250 عاما، وأعرب عن تأييده الكامل لقرار الرئيس ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأوضح النائب ويلسون أن النظام الإيراني ونظام كوبا الشيوعي يسعيان لزعزعة استقرار غرب إفريقيا، وكذلك من خلال دعمهما الصريح لجبهة البوليزاريو التي تشكل تهديدا مباشرا للمغرب. وسلط النائب الضوء على العلاقة التاريخية الممتدة لأكثر من 250 عاما بين الولايات المتحدة والمغرب، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي سياق تصريحاته ذكر ويلسون أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ خطوة هامة لصالح المغرب من خلال الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من أراضيه، وهو ما يعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بمساندة المغرب في مواجهة التحديات الإقليمية. كما أعرب عن فخره برئاسة مجموعة الصداقة الأمريكية المغربية، مما يعكس التزامه الشخصي بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة. ويعتبر هذا التصريح من النائب ويلسون بمثابة تأكيد على الدعم الأمريكي المستمر للمغرب كشريك استراتيجي رئيسي في تعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات الإقليمية، ودعما للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مما يعكس أهمية العلاقة بين البلدين في السياق السياسي والدولي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.